هنعمل لكم ستيك اللحمه بطريقتين، واحده دايت واحده مش دايت، ومن سهولتهم هنعمل الاثنين في طاسه واحده بس، طعمهم جامد، واي حد عمره ما دخل المطبخ هيعملهم بسهوله. يلا نوريكم الطريقه بسرعه بسرعه. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه رايكم في الاوتفيت ده؟ أو بس الصراحه انا عارف شكلها جامده صح. طب سيبهم يقولوا رايهم. ما يقولوا حلوه هتكسفوني وتحرجوني بعد ما قلت شكلها جامده. يلا بقى نوريكم هنعمل ايه النهارده. ما هم عارفين عرفوا ازاي؟ في الاول الفيديو اللي بنعمله في الاخر. موضوع بسيط جدا، بصله وطماطمايه وليمونه، مفيش ابسط من كده. مؤمن بقى بتاع البصل هيبشر بقى، دي بصله جديده فيها نكهات كتيره كده. ربنا على الظالم. الظالم والله انا واقفه جنبك اهو يا مؤمن. انا قلت على الظالم وانا قلت عليكي ده انت عسل، ده انت قمر. ابشر واخلص. احلف وابشر بجد بقى، وكده كسفتيني. الشاي انت لقيتها وانت مطمئن في ايدك. بجد يعني قمر. لا طماطم. حتى نبشر الطماطم. بعد ايه بقى؟ الله ينور عليك يا مؤمن، يعني صراحه تسلم ايدك. واحد يجيب المبشره اللي شبه قرطاس الطعميه دي. لا هي حلوه والله، هي لا حاميه. لا ايوه هي حاميه بس فيها مشكله فظيعه. بتهدر. تبشر من النص والجنبين لا. عرفت اعالج دي كل شويه وانا ببشر الف الحاجه اللي في ايدي، بس فيها مشكله اكبر، ملهاش ملكه فبتزحلق فبتعورني كتير قوي، فخلي بالكم. هنحط بقى نص ليمونه، ونص الليمونه ده ما تستغنوش عنه عشان ده بيدوب انسجه اللحمه، وخصوصا الستيك هو مش محتاج يستوي جامد على فكره، لو قعد فتره على النار بينشف ويشد اكتر. فلفل اسود سنه صغيره من القرفه، حوالي نص معلقه بابريكا، وبرده زيها توابل لحمه، معلقه ملح. ندي تقليبه كده هنمزجهم كده ونخلي العصاره اللي جوه تنزل. فاحنا هندعك البصل بالتوابل اللي فيه. وفي المرحله دي نقدر نضيف حوالي نص كوبايه ميه علشان بس الخلطه تبقى زياده شويه وتغطي كل اللحمه. معانا بقى ملك الحلقه عرقه ريبيانكو، وده بيبقى على فكره من احسن قطع الطريه في الستيك. بصوا اصلا هو عامل ازاي، يعني بصوا هو انسجته مفتحه كده من بعضها. هل ينفع نستخدم حاجات تانية؟ ينفع نستخدم بيت الكلاوي. بيت الكلاوي هيبقى جميل جدا على فكره برضو في الستيك، الحته الحمراء اللي هي تحت دي. بعد ما خلطناهم كلهم ببعض هنغطيهم ونشيلهم في التلاجة كده حوالي ساعه عشان التتبيله تتشرب كده وتبقى تحفه، ولو تقدروا تسيبوها اكتر من ساعه ده براحتكم. احلى. يعني جينا لكم بعد 24 ساعه. ما عدناش ساعه الصراحه، المفروض يعني ساعه بس قعدنا 24 ساعه. يعني الاحسن انها فعلا تقعد تتبيله اكتر من ساعه، دي حقيقه. لان اصلا بصي الانسجه بقت عامله ازاي، دابت يشم النار بس. يلا نسوي على طول. في طاسه على النار هننزل بحتتين ليا. اللي دي لازمتها انها تدي تدخينه وطعم اغنى للحمه. نبدا ننزل باللحمه بقى بتاعتنا، اوعى الصدمه، ويا دوب دقيقتين بالظبط ونبدا نقلبها على طول. احنا عاوزينها تاخد لون بس مش اكتر، وكل لما حتت اللي تتحمر بالشكل ده نبدا نطلعها ونحط غيرها. اول ما تاخد لون هنطلعها على طول. خلصنا الكميه كلها، لازم تشوفوا بس ايه السهوله. على فكره انتوا لو تحبوا تقدموه كده هو لذيذ جدا. بصوا كده، ده مش ني يا جماعه، قبل ما تقولوا ده مش ني، ده كده ميديوم رير، ده نوع من انواع البروتين. بصوا يا نهار ابيض، يا لهوي على الجمال والحلاوه، لازم تطلعوه بالطريقه دي. وده مش ني بس جامد. انتوا بقى ممكن لو عاوزين تثبتوا على الحته دي وتاكلوه مشوي زي ما هو كده، جنبه طبق خضار سوتيه، تمام كده عملت وجبه متكامله، طعمها جامد وفي نفس الوقت صحيه ولذيذه وسريعه برضو. بس احنا ما بنحبش الصحي، احنا نوريكم احنا بنعمل ايه. لما تيجوا تقطعوه قطعوه عكس اتجاه النسيج عشان لما تيجي تمسكوه يبقى سهل جدا كده في التقطيع. ايوه قطعنا الكميه كلها، يلا على التسويه على طول جري. نوريكم هنعمل ايه. في نفس الطاسه هننزل بقى بمعلقه زبده، وهننزل بمعلقه كبيره توم، معلقه دقيق، هننزل بكوبايه ميه، المفروض شوربه بس احنا ما عندناش فنزلنا بكوبايه ميه، وهننزل بمعلقه مرقه. انتوا لو حطيتوا شوربه ما تحطوش مرقه. هننزل عليهم بعلبه كريمه، هننزل بمعلقه كبيره فلفل اسود، ملح حسب الرغبه. واول ما تبدا تغلي ننزل على طول باللحمه بتاعتنا، وهننزل بحوالي نص كوبايه لبن. خلاص كده كله تمام، هنطفي عليها. بصي دي فقره محببه الى قلبي. انهي فقره؟ الاولانيه؟ ما انت دوقت الاولاني. لازم ندوق الاثنين، انا بحب الدواء جدا انت عارف. لازم تاخدي واحده وتغرقيها كده. عايزه بقى مكرونه، رز بشعريه، مكرونه ساده خالص وتفوا بالصوص بتاع اللحمه، او رز بشعريه. انا بعشقها الحاجات دي مع رز بشعريه سايله معقوله؟ كده. انا بقول رز ابيض. ده انا بحب رز بشعريه لسبب طعمه غني، والصوص ده طعمه غني، واللحمه طعمها غنيه، كله غني في غني. كله غني. طب والله تخيليها كده مع رز بشعريه يبقى طعمها اجمل. تبقى تحفه. وطبعا رز ابيض تحفه، وسماش بوتيتو. ايوه طعمها جامد والله. جربوها بجد هتعجبكم. عايزين تضيفوا فلفل الوان برضو ممكن يدي تست حلو. انت عارفه هي ميكس ما بين ايه؟ من البيكاتا بيف استراجانوف. بيف ايه؟ بيف استجروف.
ايه والنبي قوليها تاني. لا عشان الطاقه لازم دي تقولي بصي هنا وقولي بيف ايه؟ بيف تجرانوف. تراجانوف. عارفه كتير قوي يا مؤمن. المفروض ان هما بيتعملوا ببصل. ما استخدمنا انا بقول لك هي ميكس ما بين الاثنين، مش أيوة. هما مش نفس الطريقه. طيب. بس هي دي طعم ثالث جميل يعني، مديه انتاج حلو. هيعجبكم جدا وجربوها. دمتم سالمين والى اللقاء.